في آيات في القرآن الحكيم عاملة زي جرس الإنذار كده، من ضمنها كل ما بسمعها حقيقة يعني بحس قد إيه إحنا محتاجينها وقد إيه محتاجين نفكر فيها. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: فما ظنكم برب العالمين. ويقول الله في الحديث القدسي فيما بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام عن ربه: أنا عند ظن عبدي بي وليظن عبدي بي ما شاء. النهاردة هكلمكم على حسن الظن بالله وأثره المهم جدا في علاج الأمراض الروماتيزمية المناعية المختلفة. أهلا وسهلا بكم في دمتم سالمين. في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجهة نظري المتواضعة إن كل مريض بمرض روماتيزمي، روماتويد، ذئبة، تيبس فقاري، بهجة، فايبروميالجيا، حتى لازم يحطوا كده بلومة نيون في المكان اللي هو عايش فيه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تجربتي بقى أنا الحقيقة في علاج الأمراض الروماتيزمية المختلفة عبر رحلة 25 سنة تقريبا هي إن المريض اللي بيبقى عنده حسن ظن بالله سبحانه وتعالى هو أكتر مريض خطط العلاج بتنجح معاه، وهو أكتر مريض بيكون بعيد عن الاكتئاب، وهو أكتر مريض بيكون مستغني عن أي حاجة إلا الله سبحانه وتعالى، وهو أكتر مريض بياخد بالأسباب لأن ربنا أمره بكده، وهو أكتر مريض بيستعين باللي حواليه بالرغم من أن قلبه مع الله سبحانه وتعالى. وبالتالي بتبقى أنجح خطط علاجية مع المرضى اللي عندهم حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. فاستعينوا على أنفسكم واحسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى، واعرفوا إن اللي انتوا فيه أيا كان، بألمه، بعذابه، بالتكلفة المادية الكبيرة، بعدم وجود دعم أسري حوالينا، بالمشاكل اللي في العمل اللي بسبب المرض بتاعنا، بإن أنا مش قادر أعمل حاجات بيتي، بإن أنا حاسة بالوحدة، بإن أنا حاسة بالغربة، حاسة بالاكتئاب، كل ده مرحلة وهتعدي. يعني إيه؟ يعني ده هيخلص بإذن الله سبحانه وتعالى. بيفضل الدكتور المعالج ومعاه فريق العمل بتاعه ورا المرض لغاية ما يسيطر عليه، وده بيحصل في 90% من الأمراض الروماتيزمية حاليا. فأحسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى، وما تشكوش لحظة واحدة في أن ربنا سبحانه وتعالى رايد بيكم الخير عشان تاخدوا ثواب الدنيا، وبإذن الله ربنا يشفيكم ودمتم سالمين.